في هذا السياق تفجر جدل بشأن مصداقية تسجيلات الفيديو التي ينشرها ناشطون على الإنترنت وتتناقلها كثير من محطات التلفزيون دون التثبت من صحتها. من تلك التسجيلات شريط فيديو يقول ناشروه إنه يوثق واقعة مروعة صاحبت أحداث مطلع الشهر الجاري في سيدي جابر بمحافظة الإسكندرية، غير أن مركز ميدل إيست مونيتور خلص بعد نظرة فاحصة على الفيديو إلى أنه ملفق. يذكر أبناء سيدي جابر أحداث الخامس من الشهر الحالي، تظاهرات فمواجهات دامية بين أنصار الرئيس المصري المعزول ومعارضيه. لم يكد يمضي يوم حتى ظهر على شبكة الإنترنت تسجيل فيديو مروع قدم بأنه جزء من تلك الأحداث. أثار الشريط المعنون الإخوان المسلمون يلقون صبية من فوق البنايات كثيرا من الصدمة والسخط والجدل في مصر وخارجها. تلقفت محطات التلفزيون المصرية وبعض الدولية هذا التسجيل وتبنت تفسير واضعيه. ده إرهاب، أنا ما أقدرش أسميه بلطجة. ادي الناس اللي بتترمي من فوق العمارات. الإرهاب يطل برأسه من جديد، يروعنا من جديد، يروعنا في المحافظات من جديد. تذكرون ذلك الملتحي وبحوزته ما يشبه علم تنظيم القاعدة. ظهر رجل على شاشة مصرية يدعي أنه الشخص نفسه بعد أن حلق لحيته طبعا. اعترف بأنه قاتل واقعة السطح وطالب لنفسه بالإعدام. أنا بطالب الحكم علي بالإعدام، وهقول كده قصاد النيابة. ربنا يوفقني، بس أن أنا كلمة تقيلة على اللسان، ربنا إن شاء الله يجريها على لساني. لا تصدق دوما ما تسمعه، بل وحتى ما تحسب أنك تراه. هكذا يقول مركز بريطاني مستقل أجرى تحليلا على الفيديو الممتد ل5 دقائق. يدعون ميدل إيست مونيتور إلى ملاحظة الشخص صاحب القميص الأخضر عند الدقيقة 22:29 ثانية، سيرجع إليه لاحقا. في الدقيقة 2:34 ثانية يظهر رجل لحيته كثة يلبس قميصا أبيض ويحمل راية بيضاء وسوداء. في الدقيقة 2:58 ثانية يظهر جليا أن فوق الخزان 4 أشخاص ليس بينهم صاحب القميص الأخضر. الدقيقة 23 ثانية يدخل صوت معلق يفسر لنا أن أناسا يلاحقون ال4 فوق الخزان. ال4 اللي فوق دول كسروا باب البيت طلعوا عملوا فيهم ايه بقى؟ الدقيقة 4:08 ثواني. ليس المشهد واضحا خلف الخزان، لكن المعلق يبدو متأكدا. ضربوه، لا قتلوه يخرب بيت ابوه. الدقيقة 4:39 ثانية يتم دفع الشخص الأول، إنه صاحب القميص الأخضر وليس أحد ال4 الذين كانوا على الخزان كما يحاول أن يظهر المعلق. الدقيقة 4:55 ثانية يقع الشخص الثاني، وردة فعل الأشخاص أسفل الخزان لا تتناسب مع إمكانية أن شخصا قد مات. بعد تفحص الفيديو مرارا استنتج مركز ميدل إيست مونيتور أنه إخراج بشكل هاو لمسرحية ما، وأضاف أن المشاهد لن يفهم ما يحدث بدون عنوان الفيديو وتعليمات المعلق ولفتاته. أما السياق الذي يصفه بالمصطنع فتمت صناعته كما يقول التحليل عن طريق أصوات إطلاق النار التي صاحبت التسجيل. لا يملك المرء أن يحكم على صواب التحليل ولا على مصداقية التسجيل، لكن الحذر مطلوب، وحذر الإعلام النزيه أوجب لدواعي مهنية وأخلاقية حين يتعامل مع المواد المتدفقة من الإنترنت.